السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو ان شاء الله نحضر معكم الوصفة ديال الفطائر بعجينة ديال 10 دقائق. ان شاء الله تجربوه وتنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا الفطائر كيجيو هكا هشاشين. انا بالنسبه لهاد الفطائر يعني درتهم يعني بجوج حشوات. الحشوه الاولى بهاد المربعين درتهم بحشوه ديال الجبنه بالزعتر، وهاد يعني الشكل ديال المثلث درتهم بحشوه ديال السبانخ اي السلق مع البصل. دابا على بركه الله ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في اناء عندي 5 الكؤوس ديال الدقيق ديال الكاس ديال العلبه اللي كيوزن 110 غرام. عندي فيه 5 الكيسان. كنضيف ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، ملعقه كبيره من السكر، ملعقه صغيره من الملح، نصف كأس الى ربع كأس ديال زيت الزيتون. بامكانكم انك تستبدلوا زيت الزيتون بالزيت النباتي، الا ان زيت الزيتون كيعطي الطعم، الا كان يعني الطعم ديالو كان هذا الزيتون زيت الزيتون زوين فكيعطي الطعم احسن. كنضيف كذلك علبه ديال الياغورت الطبيعي اي الزبادي. صافي كنخلط المواد مع الدقيق صافي، وغادي نبدا نجمع العجين بالماء الدافئ. صافي كنضيف الماء بشويه بشويه وانا كنعجن حتى غادي تجمع ليا العجين ديالي. هاد العجينه ما كتشيش، يعني كتكون طريه وما كتلتصقش في اليدين. صافي هكا كتجي العجين ديالي بعد ما يعني كتجمع. كنوضعها على سطح العمل وكنبدا ندلك في العجين بهاد الطريقه هذه حتى غادي تدلك لينا العجين ديالنا مزيان. بامكانكم انكم تستخدموا العجانه حتى غادي تحصلوا على هاد العجينه اللي دايره بحال هكا طريه ومجموعه، وصراحه كتجي بحال شي قطعه ديال القطن في اليد رطيبه وغزاله. صافي كتجمعوها كتخبطوا بها ولا كتضربوا بها هكا سطح العمل. صافي كندهن الاناء بالزيت وكنوضعها جانبا حتى ترتاح ليا وتخمر ليا واحد 10 دقائق. هنايا في الاناء عندي السبانخ اللي قطعتها. السبانخ يعني كتبقى على حسب الكميه. عندي هنايا 3 الربطات ديال السبانخ حتى ل4 الربطات، يعني على حسب. صراحه ما عبرتهاش بالغرام. صافي بعد ما قطعتها وغسلتها مزيان وصفيتها في الماء، من الماء ديالها قطعتها ورشيت عليها واحد الملعقه كبيره ديال الملح، يعني باش وكنضغط عليها باليد ديالي كما شفتوا في الفيديو، وكنوضعها جانبا واحد المده حتى كتطلق ليا الماء ديالها بحال هكا. بالنسبه للكميه ديال الملح فما تخافوش منها، راه غنزيدو مازال الملح لان داك الملح كيمشي مع هذا الماء ديال السبانخ. هو صراحه يعني السبانخ ملي درنا لها الطريقه هذه كتفقد يعني بزاف من الفوائد ديالها، ولكن فضروري اننا نديرو لها بحال هكا باش يعني ما تقطعش العجينه، لاننا غادي نديروها كحشوه. بعد ما كنعصر السبانخ ديالي مزيان من الماء، كنوضعها كيف في الاناء فاش غادي يعني نخلطها. صافي وكنضيف عليها البصل. عندي البصله كاين متوسطه مشلضه. كنضيف وبالنسبه للتوابل غنضيف واحد نص ملعقه من البزار ونصف ملعقه من الكمون، واحد نصف ملعقه من الهريسه اي الحار. وإلا كنتو من محبي الحار فكتضيفوا اكثر. في هذا الحرور كيعطيه واحد القرصه ديال الحار كتجي فيها، يعني كتجي لنا هذه الحشوه زوينه. وكنضيف كذلك واحد الملعقه ديال المعدنوس مقطع. وغادي نضيف كذلك يعني بعد ما خلطت دقت الملح، كنذوق الملحه، زدت شويه ديال الملح. صافي وكنخلط
وغادي نضيف كذلك زيت الزيتون من ملعقتين كبار زيت الزيتون حتى 3 المعالق. هنايا ضفت 3 المعالق ديال عفوا 2 معالق ملعقتين من زيت الزيتون. صافي وكنخلط الحشوه ديالي مزيان وكنوضعها جانبا. بالنسبه للحشوه الثانيه ديال الجبن فانا هنايا استعملت الجبن الكريمي، جبن هو جبلي، يمكن لكم تستخدموا اي جبنه كريميه. هنايا زدت ضفت عليه ملعقه ديال صغيره ديال الزعتر المجفف وكنخلط وغادي نوضعو جانبا. صافي هنايا بعد ما اختمرت ليا العجينه ولا غير تحت ليا 10 الى 20 دقيقه كما كتشوفوا على هذا الشكل في الفيديو. يعني ماشي تخمرات ليا شي خميره اللي هي، وانتم الا كتبغونا تخليو العجينه ديالكم تخمر يعني ساعه ولا اكثر حتى كتضاعف الحجم ديالها فكتخليوها. صافي هنايا كنقطع العجين على شكل كرات. بالنسبه للحجم ديال العجينه فانتم كتحكموا يعني في الحجم اللي بغيتوهم كبار كتقطعوهم كبار، بغيتوهم صغار كتديروهم صغار اولا متوسطين. صافي انا درتهم هكا متوسطين. بعد ما قطعت يعني جميع الكرات كنغطيهم هكا بالبلاستيك الغذائي باش ما ينشفش ليا العجينه. كناخذ الكره الاولى كنسرحها فوق سطح العمل وكنوضع فيها الملعقه ديال الحشوه ديال السبانخ مع البصل وكنجمع العجين على هذا الشكل. بالنسبه لهذا الشكل درتو مثلث بالحشوه ديال السبانخ والبصل، غنديرو على شكل مثلث وكنجمع العجينه ديالي بحال هكا كما كتشوفوا بهذه الطريقه وكنقرص باش يعني الحشوه ديالي ما تخرجش والعجين ديالي تسد ليا مزيان كما كتشوفوا حتى غنعطيها الشكل ديال المثلث كما كتشوفوا. صافي وغادي نوضعها في اللاطه ديال الفران. هنايا نسرح الكره الثانيه وهنا غادي ندير معكم الشكل ديال اللي غادي نحشيها او اللي غادي نديرو بالحشوه ديال الجبن. غنجمع العجين بحال هكا باش نعطيه الشكل ديال المربع. بالنسبه للحشوه فامكانكم انكم تستخدموا اي حشوه كتفضلوا من غير هاد الحشوه ديال السبانخ او بالجبنه. يمكن لكم كذلك انكم تستخدموا حشوه بالخضر كما كتشوفوا. صافي كنقد ليها هاد الجوانب هكا باش تعطيني الشكل المربع مقاد. حتى غادي نقد ليها الجوانب ديالها بحال هكا وكنقلبها. وكذلك الا زدتو قديتوها في اللاطه ديال الفران كتزيدوا كتقادوا ليها يعني كتقادوا الفطيره ديالكم لان العجينه كتكون كطريه كما كتشوفوا. صافي وغادي نزيد نستمر حتى غادي نكمل جميع الكميه اللي عندي بالنسبه للفطائر كاملين بالنسبه للحشوه ديال الجبنه اولا ديال السبانخ حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال الكرات وندير لهم الحشوه ديالهم ونقادهم. صافي بعد ما ساليت يعني جميع العجينه اولا الكرات ورصيتهم ولا ستفتهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن. فرشتها بالورق الزبده اولا غير دهنوها بشويه ديال الزيت. صافي هنايا غادي ندهنهم بالحليب في الوجه ديالهم. يعني نتوما الا بغيتو تدهنوها بالبيض فقط كتطربوا اصفر البيض اولا بيضه كامله وكتدهنوا بها يعني وجه ديال الفطائر. كندهنوهم دهنه مره الاولى حتى كندهنهم كاملين وعاد كنرجع كندهنهم المره الثانيه في الوجه ديالهم كاملين
يعني كندهنهم مزيان بالحليب صافي. وكنزينهم بالنسبه لي هادو المربعين كنزينهم بالبافو. وهاد المثلثات كنزينهم يعني بزريعه مخلطه اللي فيها يعني الزنجلان، حبه البركه والبافو من الوسط. التزيين اللي هو بسيط صافي. وكنخاوهم من الفران مباشره، الفرن اللي هو شاعل من قبل تسخنت الفران يعني. وكنشعليهم العافيه من الاسفل حتى كيتحمروا ليا من الاسفل، وكنزلهم لتحت العافيه كتجيهم من الفوق حتى كيتحمروا بحال هكا. بالنسبه للدرجه ديال التحمار نتوما كما بغيتو، كتبغيو محمرين مزيان كتخليوهم، كتبغيو يعني غير شويه فكما حبيتو. بعد ما خرجتهم غطيتهم بالمنديل واحد شويه حتى غترجع ليهم ديك الحراره ديالهم وكيرجعوا كيرطبين ومفشفين. وان شاء الله ملي تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم. والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.